الحقيقه والسراب فهو مقصود. مستوى البشري ونطينا حتى النظره معترضه. لما بتكون المريضه طبيبه حاجه من اتنين، اما تكون لا كريم دو لا كريم، حاجه منتهى الادب والاخلاق والتقدير والذوق وحاجه كده تحببك في الشغل، يا اما العكس تماما، اللي هو ايه بقى، الشبع بعد جوع، النفسيه الاجتماعيه، اللي هو اول ما بتدخل من باب العياده عرفي الدكتوره ان الدكتوره فلانه بره، ما تبقاش عايزه تقعد دقيقه، هي عايزه تفتح الباب برجليها وتدخل. يعني 80% من اللي قاعدين اصلا دكاتره برضه. يعني انا من الناس اللي ربنا كرمني بثقه الزملاء يعني. بس ايفن اف برضه يعني انتوا هتسووني باقي البشر؟ ده انا الدكتوره راحت، الدكتوره جت، الدكتوره طلعت، الدكتوره نزلت، الدكتوره كحت، الدكتوره عطست. يعني الموضوع مستفز لاقصى درجه. يعني انت على دماغي والله ان انت دكتوره، بس انت هنا حامل، انت جايه بتشتكي من شكوى معينه، انت هنا مريضه. فيعني الدكتوره ده مش ليفل جديد سيبنا بيه المستوى البشري ونطينا حتى النظره معترضه فئه تانية غير فوق البشر. يعني انت لسه بني ادم. فلو انت دكتوره، نصيحه من اختك الكبيره عشان تعدي بسلام، اقلعي البلطو الابيض وانتي على باب اي دكتور او اي مستشفى او اي مكان رايحه لخدمه طبيه فيه. انا جايه مريضه بس عشان تعدي على خير، لان فعليا وبدون مبالغه مفيش حد عمل التصرفات دي ومرت سلاما. بيطلع لها خوازيق من تحت الارض كده غير مبرره وغير مستغربه برضو تحت بند الريكو من دوما، وده مصطلح معظم اللي في المجال الطبي عارفينه. الأومة بتتحط جنب اسم كل عضو مثلا في تيومر او في مرض، فريكومند اللي هو المتوصي عليه، ريكومندوما المرض بقى او الخبث اللي بيطلع في الحالة المتوصي عليها. فدي حاجة معروفة جدا وتحترم جدا جدا. لو انتي مريضة دكتورة، بليز لو هتنوريني يا ريت تبقي من الفئه الاولانيه، لان الفئه الثانيه يا ريت الفيديو يتفهم صح بقى وما يبقاش يتاخد في حته رخمه كده، لانه انا صورته 10 مرات والغيه واصور من تاني واشيل شويه كلام واحط شويه كلام